ضرب زيد عمرو. يا استاذ لسه ضرب. لو سمحت اجلس وانت عارف اجلس. ضرب زيد عمرو. يا استاذ لما مش معاهم ضابط. انت وين منضبطك؟ ضرب يعني الفاعل، هذا مثل يضرب به. زيد الفاعل. استاذ قول لي انا شرط بضرب، لا تسخنا بزيد وعمرو هؤلاء. قول لي انا شرط ضرب مو انا عبرت انا. اقول لك لو سمحت اجلس. لا تخانش كذا اصحابي. ضرب زيد عمرو. عينك كنا ضرب زيد عمرو ابو جلس تعال جلس. عفوا ما نصفي لك. الحين نعيش معي. يلا ادفعوا من 1000. انا الحجه عندي حماجش في العصر. اجلس مكانك. وليش بتدري بالعشش عمنا ناخذ منك؟ ما عاد انا زيد وعمرو هذا اللي بتكون. لا انا خير زيد وعمرو. لا اخر مره اقول لك اجلس. ايوه انا المشكله. اقول لك اجلس. اقول لكم منه. اقول لك انا هذا انا ساكت لكن ما ادري مالك كلبه والله ما اعرف. ضرب زيد عمرو. خبر زيد الفاعل عمرو المفعول به. ها فهمتوا؟ شفتك. هذا من هذا أنت؟ وهذا الأستاذ. ها هذا الشاذ. أيوه. الله أكبر علي. ها يعض ابني أنا، يعض ابني هذا الحمار. أنا يعض ابني. ما سويت لي من مصيبه، ما شي تخليك لي المدرسه انت. ما خلوا الطلاب ما فعلت. ايوه على ذكر الطلاب، بصراحه يا مدير انا مضايق من التلفونات، لا يمكن ان تكون ماله تعليم قائمه في وجود التلفونات داخل الفصول. طبعا لانك ما تشي حد يثبت عليك الجرائم اللي بتفعلها يا مجرم. اي جرائم؟ ما فعلت امس، ما سويت امس في الفصل. اذكرك عاد لا تكذبش، كل شيء موثق. اسمع انت تخرج خارج. اذا جاء ولي امر الطالب هذا لا تخلي شيء يدخل الا لو مدعيك. طيب تمام، خرج يلا تحرك قلقلبه. تفضل يا ايها المربي الفاضل. تفضل يا استاذ. هذا انا. اسمع، هذا التعذيب عندنا في المدرسة، هذا الوحشية عندنا في المدرسة. انشي تشلني انت، انشي توديني انت. لا. ماشي تفعل بي انت، ماشي تسوي بي. الموضوع مش زي ما انت فاهم، هذا الضرب ما رضيش يسكت ولا رضي يتأدب. يا ابني لو سمحت اجلس، يا ابني لو سمحت تأدب، يا ابني لو سمحت اسمع. لا سمع ولا خلى زملائه يسمعوا. ما مش معي استاذ، اضطريت ان انا احصي عندك حصه بسيطه. عندك تشتي عصيان فعلا، تشتي عصيه بس عصيه في جلدك. قل لي أين الأستاذ الحمار هذا؟ أين هو؟ قل لي أين هو هذا؟ والله لا أشرب من يا بدي افهم نقول انه ماشي قصته انه محترم انه لك صعبه وياها كذا. ها والله انا صار مع عيالي لكن افلس. اخلص البس. ماما البس بقول لك. لا بس هذا ما بدي معه. الرجال في الباب. ما يجي والله ما حلق الله ما عاد بالبلاد يا ابو اسرت الله. تعال هذاك بتدور لي بالبلاد انت. البس يلا بسرعه. أين هو هذا الأستاذ ولا بدي؟ هو الاستاذ بس. هيا يا عباس خرج خارج الانفاق. ما هو هذا يا اسف. ما هو يا مدير. أنا قلت لك لا حد يزعله، لا حد يغثيه. أديت له هذا على أساس إنه يرتاح، ولا أديتيه لهذا البغل يكحصبني. أين هو والله لا أشرب من دمه، لا أدفن أبو حي. قل لي أين هو؟ لحظة، ما نصبرش عليه لما تجي أنت أدبنا. قد أدبنا إحنا ابننا وأكثر. يا أستاذ فصلنا دردحنا ذكرنا على المدارس كلها الخاصة والحكومية، لا حد يشغله ولا حد يتعامل معه. خلاص يا أستاذ، قطع الرأس ولا قطع المعاش، ما عنف عن زين نقتله. يا أستاذ لو تعرفي. عرفته. قصدي ما دام هو ابنكم اكيد عليه مثلكم جوهر. ولد جوهر صحيح، إحساس مرهف، فنان في كل تصرفاته، ويجي هذا الحمار هذا البغل الأستاذ يكحصبني.
احلى والقى والله لا اشرب من دمي وادفني حي. لا يا الحجة عندكم حب الدلع حنا قصدي الحجة عم بيدلعوا الاساتذة ولا المفروض ما يكونش يضاربوا. والمشكلة الثانية يقوم يشهر بابني في الرسائل في التلفونات. هذا استاذ، هذا حمار باغل اين هو؟ انا يا استاذ اتفقت انا وانت اطلب ما اشتهيت، بس ابني لا احد يغثيه، لا احد يزعله، ويجي هذا الحمار هذا الاستاذ هذا حقكم هذا البغل. اما من ناحيه بغل فهو بغل، مليون بغل هذا هذا الحمار. بغل من ناحيه حمار فهو حمار. نعم لكن خلاص كيف؟ حمار ورحله. خلينا نفهمك ما هو الاجراءات اللي اتخذناها علشان تعرف ان خاطرك عندنا مشو هين، واحنا يعني مهتمين ان احنا نراضيك انت والمحروس ابنك. شوف هذا الاستاذ، يلا شوفها سوا. ايوه شفتها. بسر على حلاوه، بسر على الدلع، بسر على اللطف. هذه من افضل المدرسات الموجودات في المدارس. والله ان احنا ان احنا اشتريناها زعما النادي يشتري حقها اللاعبين، دفعناها فلوس مترترة. ليش؟ علشانك وعلشان ابنك وعشان تعرف ان خاطركم ما هو شيء عندنا. هذا الأستاذة حتكون الأستاذة المسؤولة المباشرة على ابنك. يعني يتأكد من هذا الخبر كله؟ الله المستعان. ما قلت يا أستاذة؟ يعني في وجهش هذا الخبر؟ حاضر أطرح في عيني. خلاص، المهم إن الوالد في وجهش وأنا مطمئن، ولا ما هذا المدرس أنا وراه طال الزمان أو قصر، بعد هذا الله يلعن الله المدرس. ما تفعل. رد عداه في الباب عشان ندعي. رد خلينا نخلص من المشكلة. ايوه اسمع، هذا كان تدرس الوليد. ادرس وانا ابله. كان كيف تشتي؟ هلا لازم تعوضوه، انا لذا الضرر وذاك حصته وشمت به وشهرت به في تلفونات والله خلاص. لا يعني تلفون جلس هم احنا بنقول لك مسؤول دبل مع تلفوننا. جلس شوية وهدأ وتهيأ شوية ونطلعكم من الفصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوكم خلوكم على راحتكم ولا حدكم ولا شيء. ارتاحوا. احنا اصلا يهمنا راحتكم، وانا نبهت على إدارة المدرسة انهم يخلوكم على راحتكم وعلى المدرسين انه كلكم لازم تكونوا مرتاحين في المدرسة. فهمتوا؟ ومعاكم شكوى ولا شيء؟ وهذا اللي حصل حق امس. ايوه خلص. انا باسم الاداره اعتذر عن ما حصل امس، لانه اللي حصل امس غلطه لكن احنا صلحناها وانتهى الموضوع. ولا يجي تدخل المدرسه ابدا ولا عاد تشوفه ابدا. لكن يا صدق الرسالة منشورة في كل التلفونات حسب الحادث حق امس حق عبد الجبار. الرسائل ايوه انا عارف، ولذلك انا اقول لكم قد اتخذنا ضد اجراءات وعاقبنا، وهذا الموضوع خلوا علي انا احله. بالنسبه لابوك يا اخ عبد الجبار، احنا قد اعتذرنا له، بس عاد شويه محتاج منك كلمتين توعدني. انا عاد اوعدك لكن ما جيتش ادخل المدرسه. ما عاد يجيش يدخل. خلوني الحين استحملوني دقيقه واحده يا حبايبي ابشركم بالخبر اللي جيت له. انا اليوم تعويضا لكم عن ما حصل امس اديت لكم استاذه من افضل الاستاذات الموجودات في المدارس، الاستاذه شيرين. وانا قد وصيتها عليكم وقلت لها تخليكم على اقل من راحتكم، لكن انتم شويه دراسه وشويه لعبه تعاونوا معها. اتفقنا؟ وعدوني. اتفقنا؟ يا استاذه هذا فصلك قدامك، هذا احسن فصل عندنا في المدرسه وكلهم طلبه من الاوائل، وانا متاكد انهم حيكونوا معك مرتاحين وما عادش تسوي شيء. خلاص؟ هيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي كبير هاي جزم رشان خلق التلفونات. رشان خلق التلفون خلاص. ايوه رشان لما نبدا الحصه كون خلقوا التلفونات، بعد ما نخلص الحصه افتح التلفونات على اساس بدنا نناقش قضيه الشرق الاوسط. خلاص نبدا الدرس.
ضرب زيد عمرو. عادي الدارس ضرب زيد عمرو. لا رضيت تحلو من هذا زيد عمرو، امس كنت عندنا كثره هانت من ذمتي. والله ما لي علم يا عم، هو قال لي اني قريبه من هنا. قومي رويني عيني، قومي. ولا عليه طيب لو ما يجي؟ ما عشان يعش كذاب يقولوا بيقحص الناس، اشتي اسير ابشر ما له. قومي رويني قومي. يا اخوان هدوء رجاء، ارجوكم خلونا ننظم الحديث عشان نفهم على بعضنا البعض. يعني انا طلبت انه يكون اجتماعنا هكذا موسع ونلتقي مع بعض عشان نتكلم في موضوع الرساله التليفونيه هذه، لاني بصراحه قد اخذت اكثر من حجمها واكثر من حقها. اسمع يا مدير، احنا ما جيناش نجتمع معك هنا. ادي لنا الملفات حق اولادنا، جينا نسحب ملفات اولادنا ونمشي. صح، لازم ان احنا اسمع، انا شوف يا استاذ، ابني ما يجلس ولا دقيقه ولا ثانيه ولا لحظه عند المتوحشين. لا 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 لا. انا سحبت ملف ابني من المدرسه الاول الى هذه المدرسه، والان ندمان ان انا اديت الملف هنا. انا مقدر انه يعني انزعاجكم شيء طبيعي، وصدقوني هذا اللي حصل ازعجنا بنفس القدر الذي ازعجكم انتم، بس ادونا فرصه نشرح لكم ما حصل. اولا نحن هنا في مدرسه علمي علمك النموذجيه، ليس لنا علاقه بالشخص الموجود في الصوره المدعو عباس. هذا الحيوان، ايوه هذا البغل، هذا الحاقد، هذا الموتور، هذا طلع في مؤامرة استهدفت المدرسة واستهدفت طاقم التدريس واستهدفت الإدارة في وقت واحد. لأنه هذا طلع في فترة كان الفصل فيها شاغر، خرجت أبلغ لظروف خاصة، جلس الفصل شاغر فترة، طلع هو حدد الوقت، طلع من عملته وخلى من يصوره وانتشرت الصورة بهذا الشكل. يا جماعة احنا أمام مؤامرة، عمل محبوك ضد المدرسة، الغرض منه تشويه المدرسة هذه. وفي ناس حتى بيننا يهمهم جدا ان المدرسه هذه تتشوه وان انتم يعني تسحبوا اولادكم منها. لكن احنا ما يعني لما خرجت الابله المذكوره احنا ما خليناش الفصل فارغ، يعني مده حصه وحصتين، وقمنا اداره المدرسه فورا استدعت الاستاذه الفاضله الابله شيرين عشان تحل محل الابله اللي راحت، واعتذرنا من ولي امر الطالب وسلينا الطالب وانتهى الموضوع وصلى الله وبارك وخلصنا. اسمع يا استاذ، لا شيرين ولا ميرين، قلنا لك ادي الملفات حق اولادنا نروح، ما عاش ندرس اولادنا هنا عندكم. صح، مرتي قالت نسحب الملف. قالت مرة اسمع، لو سمحتي يا انسه شيري، ممكن تشوفي بس كيف سوى الطفل كيف اكله؟ قد اعتذرنا له واعتذرنا لولي امره وانتهى الموضوع. لو سمحت خلي الانسه شيري. اسمعي بسي. لا 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 ما تحملش. المرأة دوخت، مش يسحب المرأة. احنا لازم نسحب ملفات الاولاد من هذه المدرسة، لازم والان. هذا وحش، كيف مدرس يعض طالب بالشكل هذا؟ المفروض افحصوه. يا جماعة الأمور اتضحت وبانت، اليوم عضب في يده غدو في رجله، ابحثوا، الفحص ضروري، ابروا الكل طالب لازم مدي، ابحثوا، اسحبوا ملفات أولادكم، اسحبوا ملفات أولادكم. مالكم يا نساك وصلوا على رسول الله، مالكم على لسان عباس، ما فعل بكم؟ والله ما بعطف منه ولا أعرق منه. كل الحكاية إنه كان بيدرس بالقرية، تطوع بدون راتب، جاي يدرس بالمدينة، وكل أمل وتفاؤل إنه يلقى مدرسة مناسبة له يخرج كل طاقته ويدرس العيال بكل حب وبكل ضمير، لكنه تفاجأ إنه وصل عند عيال لا هم حق قراية ولا هم حق تعليم، واولياء الامور للاسف مفلتين لهم على رؤوسهم، لا بيراقبوهم ولا بيتابعوهم ولا يبصروا يجوا ولا انساروا، والمشكله ان المدي بيتعامل معاهم كزباين، ما عاد ناقص يدي لهم شيشه ويدي لهم دهنه، جلس العباس يشتي يربيهم يشتي يعلمهم، لانه لا يمكن ان تكون تعليم بدون تربيه، قالت والله كيف يقدر يشرح وهذاك بيتصل وهذاك بيرقص وهذاك بيلعب، زي كما الولد هذا بس ما هكذا، كم بيك حسب على اساس معك حساب ابويه بكل حب، فعلوها قصوها حتى ونشروها وهذا اللي بيدوخهم اللي بيكو خلاص، ها بالاخير اضطر نتواطأ مع المدير،
لانه مضطر ايش يعمل؟ خلاهم يمشوا على عقولهم، لانه يشتي يعيش يا رحمتها، والله انه صرف ذهب من دمعة خلاها لها حتى الخرص، وعدها انه لو ما فتح الله عليه يخليها تلمس ساعة المعشر، لكن جيت حكاية يا ما درش بزوجي عباس، منين بتعرفي زوجي عباس؟ وما درش انني بعت الذهب حقي وانه حيخليني البس ساعة المعشرة، انا اشتعلت الحين عينه زوجي عباس، انا المدير، عينه زوجي عباس. وزوجي عباس؟ ايوه زوجي عباس. اهلا وسهلا.